ليشرح لنا بدل الإشاعات، بدل قيل وقال وربما، بدل هذه الأمور ينبغي أن نحاوره ونسمع منه. السلام عليكم ورحمة الله. حضراتكم شفتوا النصراني على قناة نصرانية هيستضيف مين يا ترى؟ تعالوا نشوف مع بعض. ولذلك استضيف معي سلوان موميكا. أهلا وسهلا بك في البرنامج. مساء الخير أخ رشيد، مساء الخير لك وللجميع المتابعين. استضاف النصراني العراقي اللي بيدعي انه ملحد والذي يهين القرآن في دولة السويد لأكثر من مرة. النصرانية اللي على مدار سنوات بتروج لينا انهم دين محبة، دين الله محبة، دين أحبوا أعداءكم، دين باركوا لاعنيكم. النصرانية اللي بقالها سنوات بتروج للناس إنها ملهاش دخل، لا تعتدي على الأديان، ما بتسئش الحد. نكتشف إن كل الإساءات الخارجة حاليا هي من تحت قبة الكنيسة للأسف الشديد. رشيد حمامي النصراني على قناة نصرانية بيستضيف سلوان النصراني اللي بيدعي انه ملحد الذي يهين القرآن الكريم. رشيد حمامي يبدو انه كان عايز يقول ان الراجل ده كان مسلم وبعدين عمل نفسه ملحد، بس للأسف سلوان النصراني الكافر ده هيقول له لا، ده انا كنت من خلفية نصرانية. اسمع. يعني أثرت كما تعلم ضجة في العالم كله، وفيها حرق سفارات وفيها مقاطعة وفيها أشياء كتير. الناس تتحدث، بعضهم يقول إنك ملحد، بعضهم يقول إنك مسلم، بعضهم يقول إنك من الحج الشعبي. ركز، بعضهم يقول إنك ملحد، بعضهم يقول إنك مسلم. تعالوا نكمل ونشوف هيقول إيه. في واحد يقول إنك مسيحي، واحد يقول إنك صهيوني إيراني. سمعت كل شيء منك، من فمك أريد أن أسمع من أنت، ما دينك، ما عقيدتك، ما تفكيرك. أنا سلوان موميكا من مواليد 86 قضاء الحمدانية نينوى. أنا ملحد من خلفية مسيحية كاثوليكية. أنا ملحد من خلفية مسيحية كاثوليكية. نصراني كاثوليكي، يعني هو تربى في الكنيسة، علموه في الكنيسة، عمدوه في الكنيسة، رشموه في الكنيسة، وتربى طول حياته في الكنيسة، وبعدين لما راح لأوروبا عمل نفسه ملحد وأنه مضطهد علشان خاطر ياخد اللجوء. يعني دي تربية الكنيسة، تربية النصارى. هذا الشخص الذي يحرق القرآن ويهين المسلمين ويتعدى على مشاعرهم نصراني. المفترض يا جماعة عقلا انت كإنسان بتفهم تقول الرجل الذي ألحد، المفترض انه ألحد بسبب ايه؟ بسبب دينه القديم. يعني هو لما صار ملحدا صار ملحدا لانه دينه غير مقنع ليه، فالمفترض انه لما يهين دينه، يهين كتابه المقدس، يتكلم عن العهد القديم وآيات القتل والحراق اللي فيه، ويتكلم عن العهد الجديد والسلبية الموجودة فيه، يحاول يهين دينه لأنه هو تربى على الدين ده. لكن نفاجأ أن هذا النصراني وأنا مصر عليها لا يتكلم إلا عن دين المسلمين، لا يهين إلا القرآن كتاب المسلمين. بل في بث مباشر واحدة كانت قالت له لو أنا فزت عليك هل ستقبل القرآن؟ قال لو فزت علي في البث المباشر على التيك توك سأقبل القرآن. وبعد ما فازت عليه والشباب دعموا هذه الأخت علشان خاطر تقيم عليه الحجة، أخرج كتابا نصرانيا اسمه الكتاب المقدس وقبله. قال أنا لا أقبل إلا الكتاب المقدس. يعني رجل بيعتز بدينه، بيعتز بكتابه المقدس، بيعتز بخلفيته النصرانية، ويتعمد إهانة المسلمين لأنه هو تربى في الكنيسة فعلموهم كيف يحتقرون الآخر. إذن زي ما حضرتك شفت كده الراجل ده نصراني عامل نفسه ملحد علشان خاطر يمرر الأفكار اللي يستطيع من خلالها إهانة القرآن، إهانة الإسلام. بس الكنيسة والنصرانية ما تشيلش جريرته. بس الكلام ده كان زمان، إنما النهاردة السوشيال ميديا خلتنا نوصل لأي معلومة. الحج من عام 2017 في ألمانيا، وأعلنت إلحادي للجميع. أنا لست لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا زردشتي ولا بوذي كما يشاع أو كما تتراشق التهم الإسلامية باتجاهي. أنا ملحد ولست يهودي ولا نصراني ولا أي دين. العجيب أنك تجد الآن رشيد حمامي النصراني يستضيفه، قناة نصرانية عليها الصليب تستضيفه، يتكلم عند النصارى وهم اللي مكبرين بيه وهم اللي بيستضيفوه، وادخلوا بثوثه وشوفوا مين اللي بيدعمه ومين اللي واقف وراه. وبعدين في النهاية يقول لك أنا مش محسوب على حد. العب غيرها يا سلوان.
والعبوا غيرها يا نصارى. الكلام ده خلاص ما عادش بيتاكل بيه ولا عاد بيدخل علينا كمسلمين. نكمل معلش. يعني مسيحي الخلفية لكن الآن أنت ملحد. بعض الناس روجوا فيديو أنك كنت مع الحشد الشعبي وأنك كنت مسلح وأنك قمت بعمليات إجرامية. ما مدى صحة هذه الأمور؟ إذن اللي احنا عايزينه، احنا ما يهمناش بقية اللقاء. هذا النصراني اللي اسمه سلوان يستضيف نصراني آخر اسمه رشيد على قناة نصرانية بتمويل من الكنيسة والداعمين من النصارى علشان خاطر يكبروا ويلمعوا واحد بيهين ويتعمد التطاول على القرآن الكريم. وأنا ما عنديش مشكلة على فكرة، طبيعي إنك إنسان كافر لن ترضى عني كمسلم، ده طبيعي. طبيعي إنك لا تحب الآخر، ده طبيعي عندك. طبيعي انك تهين ديني، مفيش مشكلة عندي. انت اهنت نفسك واهنت ربك واهنت نبيك واهنت انبيائك في كتابك، هتيجي عندنا وهتكون محترم. عندك في كتابك نبيك داود وهو نبي وحاشاه، بس عندك نبيك داود زنى بزوجة أوريا الحثي، ابنه أمنون زنى بأخته، جدات يسوع زناه. انت عندك كل حاجة فيها يعني سوء أخلاق، فهتيجي عندي أنا وهتكون محترم؟ فأكيد يعني مش هيحصل. يعني المشكلة هنا يا جماعة إن هذا النصراني اللي خلفيته نصرانية اللي اسمه سلوان واللي استضافوا رشيد النصراني علشان خاطر يلبسوا بعض، سبحان الله ربنا بيضلهم، والله ربنا عز وجل بيضل هؤلاء القوم. يعني المفترض هذا الرجل من خلفية نصرانية وعمل نفسه ملحد، المفترض ان النصارى يتبرؤوا يقولوا احنا ملناش دعوة، لن نخرجه في قناتنا ولن نتعامل معه، ده رجل بيسب الأديان واحنا ما بنحترم الإسلام. لا، بيطلعوه في قنواتهم. يعني الناس دي عارفة ان الراجل ده بيهين الإسلام وبيطلعوه بيكبروه عادي خالص، يعني راضيين عما يفعلوا. فالمفترض ان سلوان النصراني اللي بيطلع على قنوات نصرانية علشان خاطر يهين الإسلام، المفترض كان يهين دينه لأنه ألحد، فالطبيعي انه يكون ألحد بسبب النصوص اللي في دينه. يعني مثلا انا لما اقرأ لك بعض النصوص عايز حضرتك تتدبرها كده وتعيش معاها. عندك نص مثلا في إشعياء يقول لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل البشر ويكثر قتلى الرب قتلاه كثير. المفترض ان ده في دين سلوان اللي خرج منه للإلحاد، فالمفترض يعرض النصوص دي ويهين دينه، يتكلم عن شريعته. لا، ساب ده وأتى إلى كتاب المسلمين. عندهم مثلا نص في إرميا يقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون من يمنع سيفه من الدم. تمنع سيفك من الدم هتكون ملعون عند الله، هتعمل عمل الرب برخاء هتكون ملعون من الله. نصوص صريحة واضحة بتحث على القتل وسفك الدماء. عندك مثلا النص اللي في حزقيال يقول الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. تشوف شيخ، شاب، طفل، عذراء، اللي تقابلوا اقتلوا للهلاك. ده في كتاب رشيد وفي كتاب سلوان اللي هو نصراني وعامل نفسه الآن ملحد علشان خاطر يهين دين المسلمين. واحنا هنفضح دينكم ونعرف الناس على نصوصكم علشان خاطر الناس تكون على علم بالخلفية الدينية التي يدعي أهل الإلحاد هؤلاء أنهم ألحدوا بسببها. هم نصارى ألحدوا بسبب النصرانية ولم يلحدوا بسبب الإسلام. عندك مثلا نص بيقول وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. حرموا يعني استبيحوا. تدخل المدينة ما تخليش فيها حاجة بتمشي على رجليها، رجالة، نسوان، أطفال، كبار، صغار، حتى البقر والحمير استبيح كله، اقتل للهلاك. عندك حتى كتاب رشيد وهذا الكافر الملحد اللي معاه كتابهم بيدعو صراحة لقتل الأطفال. النص بيقول في صموئيل الأول فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له. حرموا يعني استبيحوا كل ما له، خدوا كل حاجة تيجي قدامكم ولا تعفوا عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. اقتل اللي يجي قدامك. طفل رضيع موته. طب يموت ليه الطفل الرضيع؟ الإسلام عندنا تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قتل الأطفال، فكان يوصي إذا حصلت معركة يقول لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا دابة إلا لحاجة. تقتلش دابة إلا لو هتاكل منها أو محتاج لها، إنما تقتل لمجرد الإفناء والهلاك
هذا ليس دين الإسلام، بل دين أحبوا أعداءكم كما سمعتم في النص. نلاقي حتى نص رشيد ودينه ودين سلوان اللي هو خرج منه للإلحاد بيأمره مباشرة أمر صريح وواضح بشق بطون الحوامل وقتل الأطفال في بطون أمهاتهم. أنا مش بحكي لك على فيلم رعب حضرتك، أنا بحكي لك على كتاب يدعى مقدس. النص بيقول في هوشع: تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. الأطفال تاخدها تروح رازع الطفل في الصخرة تكسره زي ما بتكسر الإزاز بالظبط، والحوامل تعمل فيهم ايه؟ تشق. طبعا لازم ترضي الرب، طبعا شق بطون الحوامل، اقتل الأطفال، دمر المدن، اقتل الجمل والحمار والغنم والبقر، ما تخليش حاجة بتمشي على الأرض. علشان كده احنا شفنا ده عملي، شفنا ده في الحروب الصليبية واستباحة النصارى لبيت المقدس وقتل 70,000 إنسان داخل المسجد الأقصى. شفنا ده في البوسنة والهرسك وقتل المسلمين في البوسنة والهرسك. شفنا ده في ألبانيا والقتل للمسلمين في ألبانيا. شفنا ده في سوريا على يد أتباع الرب يسوع. شفنا ده في العراق لما راحوا تحت راية الصليب. شفنا ده، شفناهم كيف يفنون الأطفال والرجال والنساء، حتى الحيوانات يقتلوهم. خلاصة الكلام أيها الكرام، الفيديو اللي أنا بعمله ده مهمته فقط إن أعرفكم إن اللي بيدعوا أنهم ألحدوا حتى يهينوا القرآن والإسلام لم يلحدوا يوما ولا نص ساعة، وإنما هم من فرسان الهيكل، فرسان المعبد، فرسان القديس يوحنا. مهمتهم النيل من الإسلام، طعن الإسلام، سب الإسلام، ولو استطاعوا أن يقتلوا قتلوا من أهل الإسلام. يؤدون طقوسهم وعباداتهم في السر ثم يظهرون أمام الناس في العلن على أنهم ملحدين علشان الناس تتقبل أفكارهم. ولا والله نحن لهم بالمرصاد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي.